مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة اسمها سورر الأوزي. المكونات: عندي نص كيلو لحمة مفرومة، رز مصري كاستين، بازيلا 100 جرام، عجينة اللي بنستعملها للبلاوة أو للجلاش، لوز للزينة، والبهارات رح تكون للحمة: بهار مشكل، قرفة، كركم، ملح وفلفل أسود. وأول خطوة عنا رح نقلي اللحمة، وبآخر 10 دقايق بنضيف عليها البازيلا عشان البازيلا تضل محافظة على لونها. والرز رح نطبخه عادي كأنك تطبخي رز الأكلة لحالها. رح نبدأ مع بعض. هيك اللحمة عنا تمام، رح أضيف لها باقي البهارات، البهارات المشكلة، الكركم والقرفة. واخر خطوة عندي رح اضيف البازيلا، ما بدي نحركها كتير، يدوب عشان ما تنهرس معنا. هيك تقليبة خفيفة هنتركها، بس ما حتاخد اكتر من 10 دقايق رح تستوي معنا. وهلا عنا الرز برد وخلطة البازيلا واللحمة رح نخلطهم مع بعض. وقلينا شوية لوز كمان، هنقلبهم كلهم سوا. هي هتكون حشوتنا اليوم. بعدين هلا شوي هورجيكم شكل العجينة. العجينة عندي ضروري جدا نضلنا مغطينها بشريطة رطبة. هنجيب زبدية ونحط فيها شوي شوي من العجين، وعندنا صينية مدهونة بالسمنة. هحط من الحشوة، شايفين بهالطريقة. وأسكرها من كل الجهات. هيك هنقلبها، شايفين، ونحطها بالصينية المدهونة. هلا حطيناهم كل الصورر، شايفينهم بصينية مدهونة سمنة، ودهنا الوجه كمان سمنة، وحطينا لوز ني لأنه مع التحمير رح ينقلي. أول إشي رح نحطها بالفرن من تحت، ولما تحسيها من تحت إنها استوت رح نحطها تحت الشواية. طبقنا لليوم صار جاهز. بتمنى انه يعجبكم وتجربوا وصفاتي وتخبروني رأيكم، وصحتين وعافية.